جميل ما ايش اليوم جبنا الجميل ماجد. كم اليوم جبنا الجميل ماجد عند الدكتور خالد. هذا دكتور كيف حالك؟ الله يحفظك. عادي؟ تفضل. شو اخبارك؟ امورك زينه؟ الله يعطيك. كم لي ادور دكتور اطفال؟ يمكن اسبوعين ومتحمل الالم ومتحمل. ها؟ الله يحييك. جاهز؟ انت في ايدي يمين عند الدكتور خالد ترى. الله يسعدك يا حبيبي. ماجد كيف الدكتور خالد معك؟ ها؟ كيف؟ تعال هرج تعال. خلاص ما عاد يبينا ذا جاء عندك يا دكتور. ايش فيك انت ما عاد تبينا؟ تبي الكرسي خلاص؟ ها؟ سنونك تمام من الحين؟ والله؟ يلا قدامك العافية. شكرا يا دكتور خالد. يعطيك العافية. ماجد. انت اعلامك فاتح فينك ما عاد تسكره. يا ولد خلاص. انت ابيض طلع ابيض بدال السوسه اللي كان موجوده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وليش تبكي؟ ليش تبكي؟ قلت يعني ما بكيت؟ سنوني كانت تعور هنا. يعني ما بكيت؟ ايه رجال انا قايل لهم ولدي رجال لا تحاولون. رجال ما بكيت. ايه رجال ونعم. ان شاء الله عليك. اسال الله يحفظك ان شاء الله. يعني بكره ان شاء الله في دوام. ها؟ ايه مره؟ ايه يعني اقدر اكل. تقدر تاكل وتقدر تداوم وتقدر اقدر اداوم. يقول اسمع يا بابا ابغاك تقول دوام زي الحلاوه. دوام زي الحلاوه. زي ايش؟ زي الحلاوه. احسن. الله يحفظ لنا ولكم يا جماعه الخير. حبايبي الغالين اللي يبي له شيله سواء كانت للرجال او للنساء متكامله من كلمات من منشدين من كل شيء لا يفوته استديو جزائر يا جماعه الخير. تراكب تليفون وبرفع التليفون عليهم او مراسلتهم على سنابهم الان اللي حطيت لكم ابد. قول ابي كذا وكذا 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 وتسمع العمل، واذا ما عجبك العمل اخوي الغالي اختي الغالي تقدر ترجع لهم تقول انا ما عجبني العمل، غيروا لي الكلمات، البيت هذا ما عجبني، الشطر هذا ما عجبني، المنشد ما عجبني، اللحم ما عجبني، تقدر تغير كل شيء. الان ما شاء الله تبارك الرحمن المناسبات كثيره واستديو جزاله ماخذ على قولتهم ماخذ الجو، مهيئ للناس الشيء اللي يبونه. عسى الله يسعدكم وعسى الله يوفقكم ان شاء الله. هذا سنابهم، ارفعوا الشاشه وبنزل لكم الفيديو عليه وعليه تليفونهم. بالتوفيق. على السلام عليكم. الله وبركاته. هلا بشيخ العرب. بص بقى بص طالع هنا كده يا عم بريك. هذا اللي اعلنوه صح. اهلا بالغالين. اليوم الاصوات والمسبح مليان. اليوم المسبح مليان يا جماعه الخير. بعلمكم بالسبب حتى ازعاج، احس بازعاج يا جماعه الخير. تسمعوني؟ السبب طالت اعماركم ان طبعا وقت اللياقه الطايف الاحمر مش الاصفر، الاحمر بكره حيكون اخر يوم تمرين فيه الين الساعه 10 بالليل 10 ونص. بعدها يوقفون جميع اشتراكات الناس اللي مشتركين في وقت اللياقه الاحمر. ليش؟ النادي كامل بيخضع للتجديد، يعني بيجددون كل شيء فيه، معداته، شغلاته، السونا، البخار، الصالات الداخليه جميعها، الصالات الداخليه سواء اللي فوق ولا اللي تحت كلها بتتجدد، الاجهزه بتتجدد، الملاعب الخارجيه بتتجدد. يعني الله يعطيهم العافيه، الله يعطيهم العافيه والله انهم بيتعطلون الناس اللي لان
لانك اشتراكك موقف لين يرجع النادي حسب ما ياخذون. هم اخذوه في التجديد في مكه يمكن تقريبا اكثر من 15 يوم، في الطائف ما ادري كم ياخذون، لكن المهم انه يتجدد الافضل والاشتراك واقف. لكن نصيحتي للناس اللي هنا يتابعوني لا توقف. شوف عندنا مثلا بالطائف شارع ال50 هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، امش فيه لا توقف، امش لين حتى يرجع النار. الله يعينكم حقين الاثقال، دوروا لكم حصى دوروا لكم حصى نسميه احنا بالديره فهر من الفهر الكبار، ثم تمرنون وارفعون يلا يا جماعه الخير، خلص تمرين ان شاء الله ونطلع. الله يسعدكم.